مساء الهنا على عيونكم يا احلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في هنا وسعاده وراحه بال. النهارده هعلمك تعملي الاسباجيتي بطريقه جميله قوي ومعاها كرات لحم. هنعملها هنا في البيت مع بعض. هعلمك ازاي تتبلي اللحمه المفرومه وتطلعيها بنفس المستوى ده. عندي هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. انا جايباها فيها جزء كده من الدهون، مش جايباها يعني حمرا خالص. وبشرت بصلات وبعدين عصرتها كويس قوي ونزلت كل السوائل منها. بعد كده جبت شوية بهارات ملح، بهارات لحمة، بابريكا، شوية كده من الفلفل والكمون. وبعدين هفضل ادعك بقى اللحمة المفرومة بكل الحاجات الحلوة دي لحد ما احس ان هي تماسكت كلها مع بعضها واندمجت مع بعضيها. بعد كده بقى هجيب طبق كده وابدأ ان انا اكور اللحمة المفرومة دي على شكل كور بالطريقة دي. جميلة قوي الطريقة دي، هتعجبك قوي. وكمان بتدي شكل حلو قوي لو انتي حتى عامله عزومه وحبيتي ان انتي تعملي طبق من ده للاطفال، بيبقى جميل قوي قوي. انا كورتها كلها اهي. وبعد كده انا هجهز المكرونه. حطيت شويه كده من الميه وسبتها تغلي، وكمان حطيت معلقه من الملح وشويه كده من الزيت. اول ما الميه غلت معايا نزلت بالسباكيتي، هديها تقليبه كده واسيبها بقى. اول ما الميه تغلي اوطي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. طاسه بقى على النار جبت فيها شويه من الزيت، واول ما الزيت سخن هنزل بالكرات بتاع اللحم دي لحد ما تاخد وش كده يدوب تحمر كده من جنب. واول ما تحمر معايا هبدا ان انا افضل اقلب فيها يعني لحد ما تبقى من كل الجوانب متحمره. طيب انا دلوقتي هي سخنه اهي، برضو هوطي عليها النار شويه واغطيها، واول ما احس انها استوت ابدا احمرها بقى. بعد كده المكرونه بتاعتي خلاص كده، انا هسيب فيها كده عقده بسيطه قربت تستوي. على ما اصفيها وكده هتكون هي استوت تماما. خلاص هنا الكرات بتاع اللحم استوت معايا. اشيلها بقى كده. انا هطلعها في طبق بره علشان اعمل الصوص الاحمر بتاع المكرونه في نفس الطاسه بتاعت اللي انا حمرت فيها اللحم. انزل بفصين كده صغيرين من التوم. بصراحه فص التوم بيدي ريحه حلوه قوي قوي للمكرونه، وخصوصا بعد تحمير كرات اللحم. هشوحه بقى تشويحة بسيطة كده لحد ما فص الثوم يبدأ ان هو ياخد لون ذهبي كده. بعد كده انزل عليه بالطماطم، اقلب بقى واحط البهارات بتاعتي واسيبها تتسبك خالص معايا. احط كده شوية من الملح، وكمان هنزل بشوية كده من الفلفل والكمون، ومعاهم شوية من البابريكا وشوية من الشطة اختياري. لو انتي حابة تحطي شطة ماشي، مش حابة براحتك. خلاص هي اتسبكت معايا خالص اهي. انزل بقى بالسباكيتي بتاعتي واقلبها بقى كويس لحد ما يعني لو في نسبة سوائل بسيطة كده تبدأ انها تنشف معايا عشان تبقى لونها احمر وجميلة. اديها تقلبتين كده. خلاص هي جاهزة معايا دلوقتي. ابدأ ان انا اغرفها. مش قادرة اقولك على جمال الطريقة دي، جميلة قوي قوي. بصراحة ريحتها جميلة وطعمها اجمل واجمل. تعجب اولادي قوي قوي، وانتي لو عملتيها هتعجب اولادك كمان. اغرفها بقى بطريقة كويسة كده. انزل بالمكرونة بالشكل ده. بعد كده اوزع كرات اللحمة على حواف الطبق بالشكل ده. يلا يا حلوين بقى، احلى تعليق واحلى لايك. ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. زينتها كده بورقه من النعناع وخلاص. وبألف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.